بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي هتشوفونا فيه. النهارده باذن الله احنا هنعمل لكم عجينه القطايف. اتطلبت مني قبل كده فاحنا هنعملها باذن الله. اول حاجه نصلي على الرسول ونثبت حضور ونخش على المقادير وبعد كده نخش على التحضير. المقادير عجينه القطايف سهله جدا ومش شرط تستنى رمضان عشان تشتريها، لا هي بابسط ما ابسط حاجه وابسط مقادير بتعملها في البيت. المقادير عباره عن ايه؟ انا بعمل على معيار صغير يا جماعه، لو انت عايزه بتضربي في 2 بقى وبتضاعفي الكميه. دي كوبايه دي بنعيرها دقيق وزيها كوبايه ميه، ومعايا سنه فانيليا مكعب. دي لاني عامله كميه صغيره مش هاخده كله، هاخد منه بس نصه على الكوبايه. وبرده كيس خميره فوريه هناخد منه، وسنه ملح وسنه سكر معلقه شاي صغيره سكر وربع معلقه ملح. وكيس الخميره الفوريه دي هاخد منه شويه واسيب شويه وشويه فانيليا بس، ما تحتاجش حاجه تاني. ونعجن العجينه. بالنسبه للعجين يا حبايبي، دي بوله ودي وده مضرب. لو انت هتعملي كوبايتين 3 4 في بوله زي دي وبمضرب زي ده بنحط المقادير كلها مع بعضها وبنخفقها كويس. اما انا هعمل كوبايه صغيره فانا هعملها في لو كوبايه صغيره معاكي بتروحي جايبه شفشق الخلاط وتعمليها فيه. فده بالنسبه اهي كوبايه الميه، هي نفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها دي بعاير بقى الميه. ادي كوبايه الميه وهننزل. ده كيس الخميره مش هحطه كله لان انتوا عارفين ده كيس، والكيس ده بيبقى تقريبا 25 جرام وهي كوبايه صغيره يعني مش وده اهي شويه سكر، سنه ملح، مكعب الفانيليا برضو مش هاخده كله، خد منه حاجه بس للتنكيه كده عشان انتوا عارفين فبقى فيها خميره فبنحط فانيليا عشان يخلي الريحه بتاعتها حلوه كده. اهو كده حطينا كل حاجه اهو. ودي كوبايه الدقيق فانا هعملهم في شفشق الخلاط يبقوا كريمين وجميل. وبنرجع بعد ما تعمل في الشفشق بتاع الخلاط بنصفيها تاني على المصفى عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. ولو انت ضربتها كويس على الخلاط والسمك بتاعها حلو هي ما بتبقاش العجينه جابسه يا جماعه، بتبقى العجينه مرقه، بتبقى عجينه سهله خالص. عشان ما تبقاش تقيله لازم تبقى عجينه خفيفه. ولو انت مش حابه تحط خميره حط بيكنج باودر، بس الاصل بتاعها خميره. انا حبايب قلبي ضربتها في الخلاط اهون. ودلوقتي احنا هنعمل دي البوله بتاعتنا وده مصفى اهي برده، وهنصفاها برده تحسبا ان يكون فيها اي تكتلات اي حاجه. شوفوا العجينه نازله انسيابيه خالص ازاي. دي نجاح العجينه معاكي، لازم العجينه ما تبقاش ما تبقاش تقيله يا جماعه، لازم تبقى حلوه كده. عشان كده نزلت من المصفى بسهوله ومفيش اي رواسب ولا اي تكتلات ولا اي حاجه. اهي العجينه بتاعتي جميله جدا. العجينه بتاعتي بقى هسيبها تخمر، لازم تخمر كويس جدا اهو، لا ميه خالص ولا تقيله خالص. بنظرك بتحكمي في العجينه. هي كوبايه الدقيق لها كوبايه ميه. انا بقى دلوقتي هغطيها، عندك استرتش راب غطا اي حاجه بتغطيها بو ونسيبها تخمر كويس جدا. وبعدين هنروح على البوتاجاز نشكلها وهوريك القطايف باسهل سهوله. تعملها حلو تعملها حادق براحتك. بتحشي كذا حشوه بكذا طريقه. ممكن تعملها حلو بالمكسرات، ممكن تقليها بس كده وتحشيها كريم شانتيه، ممكن تحشيها حادق، تحشيها لحمه مفرومه، تحشيها جزر وبسله، تحشيها جبنه، تحشيها حشوات كتير. وباذن الله كل مره هنعملها بطريقه مختلفه. ده اول مره اعملها معاكم ان شاء الله. النهارده احنا هنحشيها جبنه. انا عندي جبنه كده، ممكن تحشيها جبنه على فلفل، جبنه ساده، حسب الافراد الاسره بيحبوا فبتعمل فانا عملت كميه صغيره هي بتبقى حاجه جنب الاكل كده. تحشيها جبنه بقى، تعملها حلو تعملها حادق، دي حاجه ترجع لك. ولو انت حابه تعملي حلو وحادق في نفس الوقت تروحي مكتره الكميه على اساس مثلا كوبايه تعمليها حادق كوبايه تعمليها حلو، يعمل لك يطلع لك طبق من ده وطبق من ده يعني. اما تخمر بقى هرجع لكم تاني. كده العجينه بتاعتي خمر. انتوا عارفين هي كانت كوبايه واحده بس دي، فعشان كده المعيار مش كتير فمش ظاهره قوي.
فاحنا ايه دلوقتي بقى هنشكلها على البوتاجاز عشان نحشيها. احنا عايزين نحشيها جبنه النهارده. المره دي هنعمل معاكم الحادق، عشان المره الجايه ان شاء الله نعمل منها الحلو المحشيه مكسرات. انا عشان لو كان عندي مكسرات النهارده كنت زودت الكميه، كنت عملت طبق محشيه جبنه وطبق ايه محشيه مكسرات وقلناهم. هي عامه دي ودي بتتقلي على النار، بس عشان ما عنديش مكسرات المره الجايه ان شاء الله اما اجيب مكسرات هبقى اعمل لكم العجينه برده ونعملها صبحه. ويفضل القطايف لو انت عايزه تعملي كميات وتعينيها في الفريزر ما انصحكش بيها. ليه؟ لان انت عارفين العجينه فيها خميره تبقى تبرول كده وايه ومش حلوه، انما هي مش هتاخد منك حاجه. كوبايه زي دي واعملها يوم بيوم صبحه، لانها في الفريزر لما بتيجي تعملها تاني بتتكسر ومبتبقاش حلوه. فبالنسبه لعجينه القطايف هي مش هتاخد من وقتك حاجه، اعملها صبح بصبح احسن. دي نصيحتي ليك. احنا بقى نروح على البوتاجاز. دي ايه طاسه تيفال يا جماعه اهو، ودي فرشه زيت بس كده. هنلمع بقى الطاسه حاجه ما تسكرش. يفضل طاسه تيفال الومنيوم، لا ما تعمليش بقى الاستانلس، لا لو تيفال او جرانيت يكون احسن، او سيراميك علشان ما تلزقش منك، لان ده عجينه عشان ما تلزقش. بس كده انا هسيب الطاسه تسخن بقى وهنشكل فيه. دلوقتي العجينه دي بتتشكل ازاي؟ يا بمغرفه زي دي وتاخدي على قد وحده القطايف يعني، وتحط في قلب الطاسه في القلايه. يا اما لو عندك شفشه له بوز بتصبه منه، او كوبايه لها يعني فتحه كده ثقب تنزل منه، اي حاجه. المهم ان انت تنزليها مظبوطه، وما احطش الا لما الطاسه تسخن، وما احركش وما اجيش جنب وحده القطايف الا لما البخار الميه اللي هو العجين ده يبقى تحس ان هي نشفت من اي ميه خالص واتبخرت، بحيث ان انا لما اجي جنبها تكون ايه مستويه. العجينه اهي يا جماعه سايله خالص اهي، شايفين؟ هي دي العجينه عشان تطلع معاكم مظبوطه لازم تكون كده. يا تعملوا بكبشه او بمغرفه زي دي، يا بشفشه، يا بكوبايه كلها فاتحه من قدام من بق يعني او بوز، عشان تعرفي ايه تتحكمي فيه. حبه زي دولي اهو هيجوا قطايف يعني واحده قطايف حلو. بنيجي على الرخامه كده ونفرش قماشه نضيفه زي دي كده ايه، علشان هي اما تيجي تطلعها من من الطاسه، اسفه، اما تطلعها من الطاسه بنحطها على قماشه زي دي. ما ينفعش تحطها في طبق، ليه؟ لانها تعرق، بتبقى سخنه وهي اصلا بتروح عرقانه وتبقى زي المسلوقه كده مش حلوه. فهي بتطلع على قماشه زي دي لحد بنفردها واحده جنب واحده لحد ما تتهوى شويه وتبرد، وبعد كده بتروحي بقى مشكلاها. عايزه تعملي حلو حادق دي براحتك. فانا حبيت اقول لك على الحته دي عشان لو طلعتها في طبق هتتسلق منك وتبقى وحشه وهتلزق في الطبق، انما هنا بتتفرد وبتبقى حلوه عم تشفشف وتبقى حلوه كده. بتاع الوش التاني هي بتبقى لون ذهبي بسيط كده. ليه؟ لان احنا لازم نعمل حسابنا ان احنا هنحطها في الزيت تاني، فعشان ما تغمقش انا اللي بتاع الوش ده عشان ايه ما فيش فيها اي سوائل ولا اي ميه. هي ده اللون الحلو اللي احنا نطلعها به كده. حطيت واحده تانية هي اسيبها بقى اما السوائل اللي انا كنت عجناها بيها تتبخر خالص. ولو انت حابه تعجني بدل الميه لبن حطي عادي، كله بيضيف للقيمه الغذائيه بتاعت الحاجه كده. هي دي الناحيه اللي انا كنت قلبها عليها، وده الظهر اللي احنا بنحطها بقى. اشيلها بقى هي كده الواحده معايا مستويه جميله اهي. هي يا جماعه انا ايه بحركها تحريك بسيط كده عشان تمشي معايا. هنشوف الارضيه معاكم اهي، بسم الله ما شاء الله اهي. دي القطايف اهي، شفتوا بقى الفقاعات دي اهي عادش فيها اي سوائل. دي الخميره بقى ان هي خمرت، شوفوا قطعه جميله اهي. الشكل ده انت اللي بتتحكمي فيه، عايز تعملها كبيره صغيره دي حاجه ترجعي. دي واحده تانية اهي انا مستنيه على ما ايه السوائل اللي فوق دي تنشف خالص على اساس ايه تبقى مستويه كويس. حابه اقول لك ان البوتاجاز ما بتبقاش نار عاليه. انا بدل القلايه او الطاسه اللي انت هتشكلي فيها خدت الحراره المطلوبه بنوطي بقى العين خالص عشان ما تلونش من تحت، لان العجينه دي فيها شويه سكر، فالسكر بيخلي الحاجه تلون تاخد لون. فانا لا، بنوطي العين خالص ومسحه زيت بسيطه في القلايه بتديك اللون الجميل. هي كده نشفت، انا هطلعها بقى واحط واحده تانية. الباقي اللي بعمله بطلعها على القماشه اهون، بسم الله ما شاء الله اهو كده بتهوي وتبقى الواحده ايه ناشفه وحلوه وجميله. شوفوا، وطرف نفس الوقت بقى هنشكله دلوقتي اهو يا جماعه. دي القطايف اهي، ودي واحده تانية اهي. شوفوا القطايف جميله ازاي. انا حطاها جنب بعضها كده تتهوى. على ما اخلص هنروح حاشينها بقى
الحشوه اللي انت تحبها اعمليها. وبعدين نقلها مع بعض. احنا كده بقى يا حبايب قلبي، انتوا عارفين ان هي كانت كميه بسيطه. هنشكل بقى اللي احنا عملناه. هنشكلها ازاي اهو. دي معايا جبنه تلاجة، اي نوع من الجبنه البيضاء، الجبنه الصفراء، دي جبنه تلاجة. وهنروح جايين كده، عايزه حابه تحطي على الجبنه دي فلفل حطي، حابه تحطي زيتون اهو. شوف بنقفل ازاي، ده قطايف ولا مش قطايف اهو. الجبنه في النص وبنقفل من الطراز. حابه تحطي زيتون على الجبنه ماشي، حابه تحطي زيتون وفلفل على الجبنه. ولو جبنه قديمه تحطي معلقه جبنه قديمه على معلقه زيتون بتاع البيتزا، معلقه فلفل تفري كده حتت صغيره اهي. ده القطايف اهي يا جماعه اهي ماشي. احنا بنحشوها يا جماعه، واللي بنحشوها بالرز صاف طبعا عشان لما نيجي نقلي على طول. دي جبنه، عايزه تحطي جبنه فيتا، جبنه تلاجة، جبنه قديمه، عايزه احطي جبنه رومي تقطعيها بشراء وتحطيها بتمط وبتسيح وتبقى جميله. يا دي القطايف الجميله اهي. واحلى حاجه ان انت عاملاها في البيت، يعني يا دوبك تعمليها لا باتت عند صاحبها ولا حاجه، وبتقليها بتبقى صبحه وجميله. وتغيير لو مالة يوم من الاكل ممكن تعملي طبقين زي كده ويبقى خلاص. تعمليها حلو، تعمليها حادق اهو. قطعه جبنه كده ونروح قافلين كده. ومره باذن الله هنبقى نعملها صبحه كده، ونعملها معاكم ايه، نحشيها مكسره ونحطها في الشربة. انا حطيت الزيت يسخن وبشكل فيها هون، وهنقلها. هما هيجوا دور على البوتاجاز لان انتوا عارفين انا مش مكتره. للي حابب يعمل لي الطريقه او يضاعف في الكميه وايه، مثلا عايز تعملي كوبايتين ميه، كوبايتين دقيق، عليهم ذره ملح، معلقه سكر، تحطي كيس الخميره الفوريه وتعجنيها. عايزه تعمليها على الخلاط بالمضرب وتسيبها تخمر وتصفيها كويس، تسيبها تخمر وبعدين تعمليها كده. هي دي القطايف اهو. هما دول الكوبايه دول طبق حلو وجميل اهو. هنقليه بقى، تعالوا على يا جماعه القطايف بتاعتنا رصتها اهي، هتقلي في الزيت وهنقلبها على الوش التاني. تاكل سخنه بقى، بتلاقي الجبنه سايحه وجميله وطعمها جميل. وهو تغيير، مش كل مره بنعملها حلو، لا بنعملها حادق وبنحشيها حشوات مختلفه زيها زي السمبوسه، زي الجلاش، زي كل حاجه. حتى الزيت يسخن اهون. ودي القطايف بتاعتنا جميله اهي. الزيت بس يسخن واروح حطها كلها تتقلي كده. كملت تحميرها عشان الفيديو ما يطولش عليكم. هي دي القطايف بتاعتنا جميله جدا. قومي اتشجعي، ما بتاخدش حاجه. شوف القطايف جميله وحلوه ازاي سخنه. القطايف اهي ولا اتلهفت ولا حاجه، ده اللون الجميل اهي. دي القطايف بتاعتنا يا جماعه. وحاجه في الشتاء ده مش لازم نستنى رمضان، ربنا يجعله يجي عليكم بالخير يا رب. بدل انت عايزه الحاجه تعملها في اي وقت، بدل قادره تعمليها وعارفه، وهي اصلا مقاديرها سهله وبسيطه، فمش لازم استنى. وهي خدت ايه، ما خدتش حاجه. معلقتين اكيد يعني، كله بيجيب جبنه للفطار، معلقتين جبنه على كوبايه دقيق، هتعملي احلى وصفه. ومش شجعي اعملي وبألف هنا وشوفها لكم. وهو ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا ريت اللي يعجبه الوصفات بتاعتنا ما ينساناش بالدعم واللايك والاشتراك. وصلوا كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.